أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم رانا في ولاية بسكرة وراح نسقسيو الشباب نشوفوا ردة فعل الشاب الجزائري لو خطبته بنت من أمه. تبعوا معنا كيفاش كانت الإجابات. لا اسمي عز الدين. عز الدين. ايه الله يبارك. الله يبارك فيك. قل لي صراحة، لو كان تجي طفلة تخطبك من عند الأم تاعك كيفاش تكون ردة الفعل تاعك؟ مشرف بها. والله نتشرف على هذه حاجه سما هي بعد قاصده بعد وحابه. هي كون مش حابه ما تخطب. نفرح لاباس رحمه ربي. تروح تخطب انت يقول لك 70 ولا 80 مليون، منين جاتك 80 مليون؟ تجي هي تخطب نقول لها 80 ولا 80 نقول لها 80 مليون ودار واحده وطوموبيل سنه وما نقبلش. كاينه ولا لا فضل؟ كاينه. زيد يعني تشرط لها نشرط نورمال. انا واحد انا خطوني هما شخصيا ما قبلتش، بس صراحه اكثر من خمسه ما قدرتش نحسب اكثر من خمسه. انا هم هضروا لي شخصيا وما انا ما قبلتش صراحه. هي تخطبني نحشم ما نجمش نرد لها. ما قبلتش. لا ما قبلتش. ظروفي ما تسمح لي صراحه. ثم ديما نقول لها ولا ديما تقول لي ولدي نخطب لك، نقول لها ما تخلي يجي يخطبوني خير. زيد راك تستنى فيها انت. نستنى كان جاو عندي لينيتين وما يعيشها في فرنسا العزوز، كان جا عندي لينيتين دوك نقول لك دوك تسمعها هي واش تقول لك؟ تقول لك ولدي قال لي لازم يجي يخطبوني. لازم تسقسي عليها، لازم تعرفها شكون. تقسى عليها. هيك شو اللي زينه بصح لازم تكون شابة. باينه، هذه حاجه باينه كيفاش خطبني من شابه. نورمال. المهم تبدا بها وحده بخاميه يلحقوها الغاشي كامل. كما كانوا يديروا هما. واش دير؟ يقلشوا يقول لك 20 مليون ويقول لك سلسله تاع ذهب ويقول لك محزمه ويقول لك لا ندير فيها التير هذاك الوقت انا. واش دير؟ لا دار. فور اكزومبل. ديري لي دار. قولها ديري لي دار. كاين اللي قال لي لو كان تجيني طفله تخطبني نشرط لها. صافي يعني تخطب زيدي شرطها. لا يا صاحبي هكا يا اخويا. سامحني بزاف. تخطبني انا تخطبني. جيناكم بالحسب ونسفل. تخطب مرحبا بها. يبي روعه هذه، يبي روعه هذه. انا كيما نقول لك من اب ومن جد الاب تزوجوا بربع نساء. هذه الاخر لفظي ومرحبا بها ثاني يا اخويا، ما كاينش مشكل. هذا صاحبي يا اخويا مرحبا بها. يخطبوني نورمال، نورمال. حتى انا نشي صاحبك. مليحه شاتي تزوج نزوجوا بها وراه المشكل. واش قال لطفي؟ وشنو حاب تتزوج انت خبزه ما نزوجوا بها وراه المشكل. واش قال لطفي؟ وشنو حاب تتزوج انت خبزه ما تجيبهاش للدار، حبيت تتزوج. هي نقبلك تعود بدارها واحده الاخر نقبل. لازم تكون عندها دار وحدها. وي. لو كان ما تكونش عندها دار وحدها. ما نقبلش. ما نقبلش نسكن مع مواليها هذا. بصح نعرفوا احنا راجل ولي يخطب ماشي. معليش دركا معليش ماهيش مشكل. ماذا بك؟ يوم الشهر ماذا بيا اسكت برك. كبير. هي ما نقبلهاش. بلا ما تشوفها. بلا ما نشوفها ما نقبلهاش. هي خطبتني نورمال ورا مشكل نتزوج بها عادي ورا بروبليم. نقول انا ما خدام ما عندي دراهم ما عندي والو. والله ما نخدم ما نصدم. صغير مع الوقت اللي رانا فيه بدات تلحق لها. نورمال. هم بالك هم يخطبوا فيه من تحت لتحت. اللي كنت معاه قبيله قلت لها باللي خويا حطه ويطير من المقله. نعيط لها في التليفون اللي راني حابها، نقول لها روحي خطبني من عندي وتجي ونقبل. ماذا بك؟ ماذا بيا علاش ماذا بك؟ شاشي نتزوج. تخطب بنت شاتي تزوج. لا هم يخطبوني خير. بلا قلت رايك كثرت على الراجل. ساعدني بيان خلاص. واش قال لطفي؟ وحدك تخطبك مليحه. اروح لطفي اروح. يقبل لطفي ولا؟ يقبل يا احترام. نعت لهم الدار نورمال. والله نعت لها دارك. نعت لها الدار صاحبي تجيني نورمال. والله نعت. لا ماشي انت اللي ترى. هي اللي تجي. انا خالي صرات له. قسم بالله غير خالي صرات له. كيف صرات له؟ خالي يوم ضرب بيها ومن جاو خطبوه. كون ما نعودش انا يسمى راضي بطفنا هذه امبوسيبل نسمى نقبلها. نرفض. ترفض؟ نرفض ايه. علاش؟ لا تجيش على قصوي انا كذا، يعني طفلت تخدمني من الام تاعي. ما تصلحليش انا بعد. اما راجل تخطب راجل الوقت رانا فيه صح كاينه منها مي حاجه قليله ماشي. فهمتني كيفاش؟ كيفاش تكون ردة الفعل تاعك؟ نورمال كنت تخطبني وحده نوافق. والله غير نوافق زيدها الدراهم. ماذا بيا جات تخطبني انا خير من اللي نروح نخطبها. ما عندي لا دراهم ما عندي باش نخطب ما عندي والو. هيا تجي امها تركب لي الخاتم يا وديني للدار وصحيت. نشرط عليها باينه كما كانوا يشرطوا هما. نشرط تكون مش خدامه ما تخرجش، نربطها في الدار ندسها. صح المجتمع الجزائري ما يتقبلش الفكره هذه على كل حال والله ما يتقبلهاش قليل. تشرط لها ولا لا؟ ما شرط ما والو. هيا برك نشوفها مليح نربش عليها. لو كان لقيتها طفله بنت فاميليا وكذا فهمتوا ما يخصها والو معليش نقبل بها نتزوج بها.
هلا حاجة عيب كسكسي ولا زوج بها حاجة عيب. إذا توفرت شروط الزواج فهي هنيئا مريئا طيبا. إذا كان طفلة تخطب من أم تدخل ويوقع الزواج من طرف الولي الزوج والزوجة كما أركان الفقه المالكية، الزوج والزوجة أي المحل والولي الأصلي والتابع والصيغة وذكر الصداق، فهذا زواج مبارك.